سنة 2000 السياسة كانت جزء كبير في كل حوار، بس مش كل حوار كان ليه تأثير. لكن عندنا في مصر الوضع كان مختلف حبتين. أجمد واحد لابس قميص مشجر فيه كرة أرضية قرر يقول رأيه بس بطريقة مختلفة شوية. جملة تبان لك بسيطة جدا وممكن كمان تعتبرها رأي شخصي، بس اللي انت متعرفوش ان الجملة دي تحديدا خلت صحافة العالم كله تسأل سؤال واحد بس: مين شعبان عبد الرحيم؟ أنا محمد، ده برنامج كوكتيل. استنى بس هتعرف الموضوع. انا عايزك تشعبول لي العمليه شويه يعني. تعرف ايه أغرب حاجة في الشهرة؟ مش إنك تكون أحسن ولا أذكى واحد في الأوضة عشان صوتك يوصل، يعني اللي هيخلي العالم يسمعك فعلا إنك تقول اللي الناس حاساه واللي عايزك تقوله على لسانها. وده كان السر من تحول شعبان عبد الرحيم من مكواجي غلبان في الشرابية وبيغني في الأفراح على قده لحديث الصحف العالمية وعدو كنيسة الإسرائيل الأول وعدو السماء. إزاي وإمتى وليه محدش عارف، بس تعالى أحكي لك الحكاية من أولها. اسم شعبان عبد الرحيم الحقيقي هو قاسم عبد الرحيم حسن. اتولد في الشرابية سنة 1957 في شهر شعبان، وطبعا هنا مش محتاج أقول لك الاسم جه منين. شعبان كان راجل ولا بيعرف يقرا ولا يكتب، كان راجل يعني أرزقي، يصحى الصبح يشتغل مكواجي مع والده وبالليل يغني في الأفراح في الحتة. صوته كان بسيط بس الصوت مش كل حاجة، الكاريزما برضه كانت موجودة، وده كان بيخلي الناس تتعلق بيه أكتر. استمر شعبان عبد الرحيم على الوضع ده شوية كده وشهرته محدودة بين المنطقة والأهالي والأفراح الشعبية، لحد بقى ما جت اللحظة اللي شقلبت حياته 180 درجة. في 28 سبتمبر سنة 2000 أرييل شارون يروح في حركة استفزازية يزور المسجد الأقصى كنوع يعني من فرض السيادة على المنطقة، لكن طبعا الدنيا قامت ما عادتش، واشتباكات وعنف، وتحولت بشكل تدريجي الاشتباكات دي لانتفاضة الأقصى التانية. وتيجي هنا اللحظة اللي زلزلت العالم كله واستشهاد الطفل محمد الدرة وصوره اللي كانت موجودة في كل البيوت. الشوارع ساعتها كانت بتغلي والناس كلها كانت على آخرها والسياسيين بيقولوا كلام الناس مش فاهماه، لحد ما جه الشاعر إسلام خليل وترجم كل الغضب والنار اللي جوه الناس دي في كلمات أغنية بسيطة شبه الناس والإحساس اللي جواها. والأغنية دي كانت بعنوان بكره اسرائيل، بكره اسرائيل، بكره اسرائيل، بكره اسرائيل، بكره اسرائيل، وبقولها لو اسال ان شاء الله موت قتيل او اخش المعتقل. الأغنية دي لما نزلت مفيش مكان ما كانش بيشغلها، تكاسي، ميكروباصات، وصلت كمان الأفراح وفي كل بلكونات، وفي وقت قليل جدا الأغنية دي اتحولت لظاهرة شعبية من أغنية عادية. وده لأن الناس ساعتها مكانتش شايفة شعبان عن إنه مطرب عادي، لأ، واحد منهم بيتكلم بلسانهم بنفس صوتهم بيعبر عن اللي جواه من غير خطابات وشعارات سياسية. ودي كانت الشرارة اللي حولت شعبان عبد الرحيم من النجومية للعالمية. بعد الأغنية دي شعبان عبد الرحيم ما بقاش مجرد مطرب شعبي، هو بقى ظاهرة، كل العالم بقى بيسأل مين الراجل ده. وكالات عالمية زي رويترز وأسوشيتد بريس نزلوا الشرابية بنفسهم عشان يعرفوا مين المطرب اللي كان مكواجي اللي قلب الدنيا ده. والسي ان ان عملت فيلم وثائقي عنه وقالت إن شعبان عبد الرحيم هو مجرد مطرب بسيط اختصر غضب العرب كلهم في كلمات أغنية بسيطة. كمان نيويورك تايمز وصفته إن هو المعبر الحقيقي عن المواطن العربي الأصيل. الكلام ده طبعا ما عجبش الناس التانية، كان مسمع وعامل لهم حرقان جوه. ده وصلت حتى إن هم كانوا بيناقشوا الأغنية في الكنيسة الإسرائيلي وإزاي هيتصرفوا، ده بيدعو للكراهية عيني عينك. نواب إسرائيليين طلعوا قالوا إن الأغنية دي بتحرض على الكره الصريح، ومش بس كده، ده كمان الخارجية الإسرائيلية طلعت هاجمت شعبان عبد الرحيم بسبب الأغنية واتهمته بمعاداة السامية. أنا يا ابني الأغنية دي كمان سابت أثر على وزير الخارجية ساعتها عمرو موسى، لدرجة إن هو لما كان بيروح زيارات لدول أخرى كانوا بيقولوا له بحب عمرو موسى عشان الأغنية بتاعت شعبان عبد الرحيم. ومن ساعتها هو عارفها وبقى صديق مقرب ليه وكتب عنه في مذكراته واداله نسخة من المذكرات في 2017، مع العلم إن شعبان عبد الرحيم ولا بيقرا ولا بيكتب. أول ما شاف مذكراته عليها صورة عمرو موسى أنبذها، ولما زوجة شعبان عبد الرحيم توفت عمرو موسى نزل له وراح عزاه. صداقة صداقة، بس كل ده ما أثرش عليه، بالعكس شهرته زادت وطلع من الكاسيت للشاشة. ماكدونالدز عمل معاه إعلان والمخرجين ابتدوا يركزوا معاه لحد ما اختاروا داوود عبد السيد بالاسم إن هو يمثل في دور مواطن ومخبر وحرامي. في الأول شعبان عبد الرحيم ما كانش موافق، ما كانش عاجبه القدر، لحد ما قالوا له أنت مجنون، أنت عارف ده مين؟ وتحول هنا شعبان عبد الرحيم من مجرد مطرب بسيط لفنان شامل كل الناس بتحبه. شعبان عبد الرحيم عمره ما حاول يبقى مثقف أو نجم حتى، هو كان مجرد راجل بسيط، بس ساعات أبسط صوت في الأوضة بيبقى أهم واحد، عشان كده العالم كله وقف يسمعه. تعرف شعبان عبد الرحيم بيسلم عليا إزاي؟ عامل ايه؟